هحكي لكم حكاية النهاردة. أنا اسمي زهرة. طبعا الاسم هيدل على إني حد مشرق كده وكلي حيوية، بس للأسف أنا دبلانة، أنا مطفية. بس رغم الدبلان اللي جوايا والطفيان ده، أنا برضو حاسة إني لأ، في شوية أمل يحيوني من تاني. بس لما كنت بحاول أطلع من اللي أنا فيه، ببص جوايا ألاقي كل حاجة جوايا ميتة، كل حاجة بتموت. تعرضت لخيبات امل كبيرة، لوعود ما اتنفذتش، الاحلام كان نفسي احققها ما اتحققتش. كنت بحاول اصحي كل حاجة جوايا بتموت، بس للاسف كل اللي تعرضت له ما كانش قليل. انا بدأت احس اني ما بقتش مشاعر اصلا، انا بقيت احس اني سراب. بس لا، انا مش سراب، انا مش هشوف نفسي كده وهسكت. انا حقيقية وبني ادمة وموجودة، واسمي زهرة. انا زهرة. انا هحاول بايدي واسناني ان انا انتشل نفسي من اللي انا فيه، او الوهم الكاذب اللي انا عايشة فيه ان انا بلا مشاعر، او ان انا مش هقدر احقق ذاتي من تاني او اجمع نفسي. اول محاولة ليا ان انا اروح للامل اللي انا شايفاه كانت صعبة 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 بجد. ان انا احاول الم كل حاجة كانت مكسورة جوايا وابدأ من جديد كان صعب. بس لا، هحارب. عارفة الموضوع صعب جدا وكأني بحارب في عز الحر، بس لا، الامل اللي انا شايفاه ده يستاهل. البني ادمة او المخلوق اللي انا كنت عليها تستاهل ان ارجع لها من تاني. تستاهل، بكرة يستاهل. مع كل وجع كنت بحس بيه وفي الصراع اللي انا فيه ده كنت شايفة قدامه نور. حسيت اني انتهيت، واني مش قادرة اعافر تاني ولا اصارع تاني وابدأ من جديد. بس كنت شايفة امل، كنت شايفة في بكرة، كنت شايفة في حاجة احسن، في وضع اكيد هيبقى احسن من اللي انا عليه. انا كنت احسن كتير، بس للأسف يعني الظروف هي اللي خلتني كده. طبعا دلوقتي انتوا فاكريني استسلمت ومت، صح؟ انا ما متش ولا استسلمت. احس ان انا خلاص انا اتطفيت واختفيت، وان انا صارعت كتير قوي ان انا ارجع تاني لنفسي والبني ادمة زي ما ربنا خلقها، بكل المشاعر اللي جواها زي ما هي، ما تلعبش فيها. بس سيربرايز، انا رجعت تاني، ورجعت واحسن بكتير قوي مما كنت على فكرة. وانا مؤمنة جدا طول ما في لسه في نور ولسه في نهار بيطلع بعد كل ليل، انا هكون احسن.